مرحبا، أنا صفوق الشيخ. مساعدات من الحكومة الجزائرية للشعب السوري. فضحتونا على السوشيال ميديا. مساعداتنا طياراتكم جابت ممكن تكون أسلحة، ممكن تكون أي شيء، بس ما أعتقد جاب شيء إنساني. بعدين ما طعمون شعبكم. هذا شعبكم قاعد يموت ببيوتكم بالجزائر من الجوع. يلاقون العيلة مثل ما هي، ختيار فاطسين من الجوع، شباب بنات كذا كل يوم على المشاف ياخذونكم. طعموا شعبكم الموجود في كل مكان من بقاع اوروبا على الارصفه. وزعوا لشعبكم باوروبا. ما عندهم شيء باوروبا ولا بغير اوروبا. وهذا مش عيب، انا مش على الشعب الجزائري اتكلم، انا اتكلم عن الحكومه. انت يا حكومه، انت اذا جارك المغربي، الموروك، المغاربه، الامازيغ المغاربه، الشعب الطيب المغاربي، جارك الحيط على الحيط، ما لك خير، ما في خير لجارك. اللي ما له خير للقرويين المغاربة ما راح يساعد دمشق الأمويين. ما حد يترجى منك خير إذا ما يكون بالأول إلك خير للمغرب. اللي ما في خير للمغرب، لدولة المغرب من طنجة للكويرة، جارك الحبيب الطيب، المغاربة الرائعين حكومة وشعبا، ما لك خير لا لسوريا ولا للعراق ولا لأي دولة في التاريخ أبدا. الإنسانية عندك مجزأة. هذا سوري مع النظام ولا مؤيد وهذا معارض. هل الإنسانية تتجزأ يا حكومة جزائرية؟ ترى أنا ما أشمل الشعب الجزائري، الحكومة بس. فضحتونا كعب عالي بالوحول المخيمات. خلي خير للمغرب أول شيء، خيرك على المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. هم زوارو بعدا أرن طرحان في ميتناد أتني رحم ربي أدسني خفر ربي إفكا الصبر إتوجانس نولا العائلة نسن إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان ردني وريس أصلي برانات دليرو بالنلقت السند أصلا زود مادة ورقيتي بدار بعدا أول دولة نناك التعاون، مادة التعاون، النظام نبشار العادو واللدود ندراوش المساكين إما تغويني متوقع الكارثة هاتور زران والو. وكان ميدنا دروب النقط السنادو نسكر أن أول دولة ورقت في كيتيت مازيرتنك ورقت في كيت الشعبنك ليا الشعبنك نزران كوني المغرب يا العدد ميزارات ديت تسعد سزون غيكا وجود الإعلام غادي فوغنا يسنك رد جوهو نسكر وهن التعاون دغيد وهن التعاون دغين ميدن أرسكار نغير لي موفان تصمم. ولكن النظام اللي شابرنا النظام العسكراتي كدايقة. وردتنا رسالة من أخ من الجزائر قال لي ليش عم تطلبوا مساعدات؟ هي حكومتنا أرسلت مساعدات لسوريا. اللي بده يوضحوا للشعوب وخاصة الشعوب العربية أن المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عم بتروح للنظام، والنظام هو أصلا حريص على قتلنا وهو اللي ارتكب المجازر فينا، بالتالي أكيد ما رح يوصلنا منها شيء. المفروض يتم إرسال المساعدات وخاصة بالآليات الثقيلة وغيرها من المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا، لمناطق المحررة الخارجة عن سيطرة عصابة